في يوم من الأيام قبل أكتر من 90 سنة، وتحديداً سنة 1934، كانت مصر أول بلد عربي وإفريقي توصل لكأس العالم. البطولة كانت في إيطاليا، والمنتخب المصري سافر رحلة طويلة جداً بالسفن والقطارات علشان يمثل القارة كلها مش بس بلده. في أول مباراة واجهت مصر منتخب المجر، وقدمت أداء مشرف رغم قوة المنافس. المباراة انتهت ب4-2 للمجر، لكن العالم كله وقتها اتكلم عن المنتخب المصري اللي دخل التاريخ. كانت دي أول مرة العالم يسمع فيها عن كرة القدم العربية، ومن اليوم ده بدأ الحلم الكبير. لكن بعد البطولة دي الحلم غاب سنين طويلة جدا، اتبدلت أجيال واتغيرت ظروف، لكن حب المصريين لكرة القدم ما انتهاش، والكل كان مستني اليوم اللي مصر ترجع فيه للمونديال. لحد ما جه عام 1990 مدرب اسمه محمود الجوهري، ومعاه في جيل ذهبي من اللاعبين حسام حسن، إبراهيم حسن، طاهر أبو زيد، أحمد رمزي، وربيع ياسين. الجيل ده رجع مصر لكأس العالم بعد غياب 56 سنة. تخيل، 56 سنة من الانتظار. البطولة كانت في إيطاليا برضو، وكأن القدر قرر يكتب فصل جديد في نفس المكان اللي بدأ منه كل شيء. في أول مباراة مصر اتعادلت مع هولندا بنتيجة 1-1 بعد أداء رجولي وملحمة دفاعية، وبعدها تعادلت مع أيرلندا وخسرت بصعوبة من إنجلترا ب1. يمكن خرجنا من الدور الأول، لكن المنتخب وقتها كسب احترام العالم كله، والناس في مصر كانت فخورة لأنهم شافوا منتخبهم بيواجه الكبار بندية وشرف. وبعد البطولة دي الكل افتكر إن مصر خلاص هتفضل دايما موجودة في كأس العالم، لكن الغياب رجع من جديد. 28 سنة من الصبر والانتظار لحد ما ظهر جيل جديد، جيل محمد صلاح، الجيل اللي رجع الأمل واللي خلى كل بيت في مصر يحلم تاني. في أكتوبر 2017 كانت المباراة التاريخية ضد الكونغو في استاد برج العرب. المباراة كانت حاسمة والدنيا واقفة على أعصابها، وفي الدقيقة 94 ضربة جزاء لمحمد صلاح. الكل ساكت، صلاح يشوط والجول، البلد كلها صرخت بصوت واحد: تحيا مصر! مصر رايحة كأس العالم بعد 28 سنة. البطولة كانت في روسيا 2018، والكل كان مستني يشوف صلاح ورفاقه بيكتبوا فصل جديد، لكن الحظ ما كانش حالفنا. المنتخب خسر من أوروغواي ومن روسيا ومن السعودية، وخرج من الدور الأول. ورغم الحزن كانت الفرحة بالتأهل أكبر من أي نتيجة، لأن الحلم رجع بعد سنين من الغياب. والنهاردة المصريين لسه بيحلموا يشوفوا منتخبهم مش بس بيوصل كأس العالم، لكن كمان بيكمل وبيفاجئ العالم. يمكن المرة الجاية نوصل ربع النهائي، يمكن نص النهائي، ويمكن أكتر. من سنة 1934 لحد النهاردة مصر شاركت 3 مرات في كأس العالم، وكل مرة كان فيها فخر ودموع وأمل جديد، لأن في بلد اسمها مصر الحلم عمره ما بيموت.